اهلا وسهلا ومرحبا الاخوان والاخوات داخل وخارج ارض الوطن. معكم الفاسي حميد عايش في الصحراء المغربيه. هذا الفيديو هذا العلاقات الدبلوماسيه اللي دخلت ازمه ما بين فرنسا والجزائر، والرئيس مانويل ماكرو اللي طبق تاشيره والفيزا على الجزائر. للعلاقات الدبلوماسيه ما بين الجزائر وفرنسا موتره بزاف، واللي راح ما كنعرفوا الرئيس ماكرو هو الام والاب والجد ديال الجزائر اللي استعمرهم 132 عام، وكيشطب بهم الارض وكيمسح بهم الارض بحال الجفافه. والتطبيق اللي طبق عليهم القوانين بيديه هو، ماشي النائب ولا الوزير ولا السفير، ولا بيديه طبق هذه القوانين على الجزائر. للعلاقه الجزائريه الفرنسيه موتره بزاف، واحد الدرجه قويه بزاف، كما سحب تبون السفير، كما سحب السفير على العلاقه اللي موتره بيناتهم. اليوم خرج لهم ماكرو بيديهم، وتسبون راه دابا كيدير الحل باش يحل المشكل مع المستعمر الفرنسي اللي استعمروا 132 عام. وكنعرفوا الجزائر راها ديال فرنسا، والشعب الجزائري عايش لاجئ سياسي داخل المراديه، بالرئيس سبون، بالاعلام الزريبه، بالصحفيين ديال الزيغو الزريبه، بكل شيء. كنعرفوا حنا الجزائر ارض فرنسيه باقيه لدابا، محكم فيها الرئيس الفرنسي، هو اللي كيقرر، هو اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها هو. اما تبون مجرد بحال مونيكا محطوط تما في المراديه. العلاقه الفرنسيه الجزائريه اللي علاقه بزاف موتره بيناتهم، واللي ماكرو طبق القوانين على الجزائر، دبلوماسيين باسبور جزائري، الفيزا وتاشيره عاد يدخل للجزائر. ما خلاش ماكرو المواطن فين يعيش تما، وفين يبقى راد بالو على الجماجم ديالو وعلى امه فرنسا اللي استعمرته 132 عام. مجرد لاجئ جزائري سياسي ما عندوش القيمه، كيف بلادو كيف فرنسا. حنا عارفين هذا الشيء، هذا النظام الجزائري والجزائر مستعمره مع عند فرنسا 132 عام، والتاريخ ديالها اسود مع فرنسا. واللي ما استرجعوش الجماجم ديالهم 5 المليون ولا 5700 5700 ولا 5600 اللي ما استرجعوهاش من باري، اللي استعمرتهم فرنسا 132 عام ودات لهم حتى الجماجم ديالهم. ما ردوش حق الاعتبار ديال الجماجم ديالهم، بقى لهم غير ردوا الحق الاعتبار ديال المواطن كالرئيس التبون. ولا المواطن غيكون عايش بالعزه والقيمه. فرنسا ما يمكنش، ما عمرو يعيش بالعزه والكرامه، حيت المستعمر الواحد اللي كيكون مستعمر واحد البلاد كيكون دايرها من تحت رجليها، كيسيرها كيف بغا داك المستعمر. يعني الشعب الجزائري ما عندوش الهيبه والقيمه في بلاده وفي فرنسا وفين ما مشى. ملي طبق عليكم التاشيره وطبق عليكم الفيزا للدبلوماسيين يدخلوا لفرنسا، صافي ما بقات عندكم مصداقيه. حنا عارفينكم شحال هادي. وتحياتي للسي ماكرو اللي كيمرمد ليا النظام الجزائري والشعب الجزائري وكيشطب بهم الارض بحال الجفافه. وهذا هو المسار ديال النظام الجزائري والاعلام ديال الزريبه، وهادو الناشطين السياسيين ديال التيك توك اللي كيباتوا كينبحوا وكيقيلوا كينبحوا، وحياة امهم ما غيربحوا. القافله تسير والكلاب تغني الراي. راه اللي دخل في الملف الصحراء المغربيه وكيحرض الشعوب على المغرب، هذا هو المصير ديالو مع فرنسا. حنا فرنسا كنا دايرينها حمايه ماشي مستعمره، ورجعنا دابا حنا كنحميو الجزائر ونحميو فرنسا ونحميو اي دوله في العالم. داكشي علاش تبون كيتلقى القصف من طرف المغرب اللي كيبتزو وكيدخل في القضيه ديال الملف الصحراء المغربيه وهي بعيده عليه. هو الشعب ديالو مخليه كيموت والازمات